الفكر السلفي يفسد الاخلاق. افكاري راه ما يمكنش شي واحد في العالم باسره يتدخل فيها. علاش؟ كثير من التيارات السلفيه الجهاديه مثلا على سبيل المثال، واحد الفئه كبيره منهم جو كانوا قبل كانوا مجرمين وكانوا في السجون. الحسن الكتاني رفيق دربك وصديق العمر، واللي دائما كيسميك في التدوينات ديالو صديق القديم. قال الا كنتي غادي، الا كانت الافكار ديالنا غادي تكون مختلفه، لا شيء يجمع بيننا. الناس اللي خرجوا معايا في نفس اليوم، في نفس السياق، في نفس الورقه التي كان فيها العفو الملكي، هما ما يعرف بالشيوخ، ماشي خرجوا ولا زالوا على افكارهم بين قوسين المتطرفه، لا، خرجوا اكثر تطرفا مما كانوا عليه قبل ذلك. القضيه الفلسطينيه من 7 اكتوبر الى يومنا هذا، ولكن هذا ما يعنيش انني ندافع على حماس. حماس بالنسبه لي تيار من تيارات الاسلام السياسي المتواجده في المنطقه، ولا تعنيني في شيء. لقيت نفسي انني في فترات طويله وظفت باسم القضيه الفلسطينيه لاغراض ايديولوجيه. السيرفيسازي معلم لغه فرنسيه، لم يتلقى في حياته تعليما شرعيا ولا تكوينا شرعيا. احيانا يتلقى اموالا من اجل هذا الامر للقيام بهذه المهمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بلا زواق. ضيفنا اليوم هو ضيف استثنائي، وجه معروف عن جميع المغاربة، خاصة مجموعة المفكرين والباحثين والمختصين في الشأن الديني. الاسم ديالو دائما عندما يظهر يطرح كثير من الخلاف بين مؤيد ومخالف وبين موافق ومفارق. اليوم ضيفنا في حلقة بودكاست بلا زواق هو الباحث في الفكر الإسلامي والمفكر سيدي محمد عبد الوهاب رفيقي. أهلا وسهلا سيدي محمد. اهلا وسهلا سي بدر، سعيد بالتواجد معك في هذا البودكاست. نتمنى اننا نقضيو اوقات ممتعه. مرحبا بك. نعم سيدي، الله يبارك فيك. وكنشكرك اولا لانه استجبتي لنا للدعوه ولبيتي لنا الدعوه ديالنا وحضرتي معنا. اهلا وسهلا. الله يودي، بارك الله فيك. فرح. اخواني اخواتي، قبل ما نبداو في الحلقه ديالنا، وعارف بانها غتكون حلقه ان شاء الله قويه وماتعه وفيها بزاف ديال المواضيع وبزاف ديال الاسئله اللي الكثير منكم كيتمنى يتلاقى مع سيدي محمد عبد الوهاب رفيقي ويطرحها عليه ويسمع منه الجواب الشافي والكافي بخصوصها. قبل ما نبداو هذا الشيء كامل، اولا كنبغيو نشكروا باسمكم جميعا سيدي محمد، لانه قبل يطلع معنا كثرت الانشغالات وهو مقبل على سفر. بطبيعه الحال نطلب الله عز وجل يكون سفر امن، يمشي بخير وعلى خير ويرجع بخير وعلى خير. قبل ما نبداو هذا الشيء كامل، بغينا نعرفوا سيدي محمد عبد الوهاب رفيقي ايام زمان، الذكريات عندما كان إماما وخطيبا وأحد دعاة المدرسة السلفية في المملكة المغربية. بدنا نسلطوا الضوء على ديك الحقبة، نعرفوا كيفاش حتى أصبحت سلفيا، كيفاش حتى تم استقطابك أو دعوتك ولبيتي هذه الدعوة هذه، باش تكون لنا تمهيد المواضيع اللي غادي نناقشوا. مرحبا سي بدر، واخا هذا السؤال اجبت عنه مرارا وتكرارا بتفصيل، ولكن ربما عدد من المتابعين ديالكم يبغيو هما انهم يعرفوا طريق القناه ديالك. هذا الموضوع موضوع طويل جدا، ولكن انا غادي نختصره في الجواب على السؤال اللي سولتي بشكل مباشر، يعني كيف تم استقطابك او كيف اخترت هذا التوجه. والجواب انني لم استقطب يوما ولم اختر يوما، لانني ولدت في بيئة هي من حرصت كل الحرص على أنني نكون على هذاك الشكل. أنا ماشي كنت إنسان عادي ورجل شاب يختار بنفسه ومشى قرا كتب ديال السلفيين وعجبوه وقال لا هذه الفئة وهذا السيار الله يعمرها دار ومقنع، الحجج ديالهم مقنعة، إذا خصني ننضم لهم. هذا الأمر ما عمرو كان. أنا سولت حليت حياتي لقيت راسي سلفي، لأنني في بيئة سلفية كل محيطة
يعني العائلة، الأسرة، الأصدقاء ديال الأسرة، المدارس القرآنية اللي كنت فيها كلها تصب نحو طريق واحد، وهو أن تكون سلفيا. لأنه ماشي بالسهل أنك تحل عينيك على الحياة تلقى الوالد ديالك اللي دابا توفى رحمه الله، تلقاه هو صديق جد مقرب، نقدروا نقولوا الممرض الخاص ديال من يمكن أن نسميه زعيم تيار السلفي الوهابي في المغرب. أو وهذا الشيء ماشي أنا تنقولوا زعما هذا ماشي لقب إعلامي، هذا لقب حتى علمي. يعني مثلا مخلص السبتي كتب كتاب على الدكتور تقي الدين الهلالي اللي تيقصدو وسماه هكا، قال بأنه مؤسس السلفية الوهابية في المغرب، لأنه هو اللي كلف في ذلك الوقت بداية الثمانينات أو نهاية السبعينات من طرف المملكة العربية السعودية باش يجي للمغرب، لأنه هو كان تما تيشتغل، باش يجي للمغرب وباش ينشر الفكر السلفي الوهابي داخل المغرب، ومكل من كل الأموال والإمكانيات المادية من أجل ذلك. وكانت عنده مهمة أخرى اللي هي التأطير وتكوين حتى المشايخ اللي يمكن ما كانوش قبل مجيئه، ما كانوش عند التيار السلفي أو كانوا فقط قريبين منه، باش يأطرهم وباش يرجعوا هما الدعاة والشيوخ الكبار اللي معروفين سواء في الدار البيضاء بالخصوص، حيث كان التركيز عليها بشكل كبير، أو غيرها من المدن، باش يكونوا شيوخ التيار السلفي. أنا غادي نحل عيني ألقى الوالد ديالي مقرب جدا من الرأس ديال هذا التيار اللي هو الدكتور تقي الدين الهلالي، وغادي نلقاه أيضا صديق لجميع هذوك الشيوخ اللي أطرهم وكونهم الدكتور تقي الدين الهلالي، ومن بعد اللي غيصبحوا هما الشيوخ المعروفين اللي نشروا الفكر السلفي. إذا بالنسبة لي أنا، ودائما أقول هذا الأمر هذا، أنا لما خرجت من السلفية إلى ما أنا عليه الآن، سنعتبر راسي هذا هو اختياري الأول، وهذا هو الاستقطاب الأول الذي تم لي. أما ما قبل ذلك كله تقليد وعملية توارث عن من طرف للأسرة. نعم. ربما سيدي محمد وانت كتكلم على هذا الاختيار اللي اختاريتيه الآن، رجعت بيا الذاكرة الكلام الفقهاء الشافعية وبعض المالكية يقولوا بأن إيمان المقلد لا يصح. فأنت كانت سلفيتك ربما لأن ورثتها من الأسرة، نشأتي في بيئة يعني كتعتز وكتفتخر بهذا الأمر. أنا بغيت تجاوب لي على واحد الإشكالية باش الناس ما تاخذش مفهوم غلط. سيدي محمد عبد الوهاب رفيقي ترك السلفية وليس عدو للسلفية، بمعنى سيدي عبد الوهاب رفيقي اشترى طريقه الفكري اللي هو كيشتغل فيه الآن وكيآمن به وكيدافع عليه وكيحاول ينظر له، ولكن في نفس الوقت هو ليس عدوا لأسرته ولا للفكر السلفي ولا. ونسيت نقول لك واحد القضية، مازال الناس اللي كانوا في هذيك الوقيته تنعرفهم أصدقاء متأثرين وتهما متشبعين بالفكر السلفي، وأنا تغيرت ما تغيرت، خديت مسافة كبيرة على هذاك التيار، وما زالوا من أقرب الأصدقاء ديالي. طبعا عددهم قليل. علاش؟ ماشي بسببي أنا، بسبب أنه التيار السلفي الذي للأسف الشديد الفكر السلفي، ما تهضرش على الأشخاص، الفكر السلفي يفسد الأخلاق. هذه عبارة آمن بها، لأن عندي نماذج كثيرة قدامي وتعرف داخله مفاهيم ديال الولاء والبراء وهجر المبتدع وكذا، هذه تفسد الأخلاق، هذه مفسدات ديال الأخلاق. فهو بزاف ديال الناس اللي هما اختاروا أنهم ياخذوا مسافة مني، أنا خديت مسافة من الفكر، ما خديتش مسافة من الإنسان، ولكن هما لأن عندهم الأمر مرتبط خداو مني. لا أعلم أحدا في حياتي أنني أنا اللي بعدت منه أو خديت منه مسافة لأنني أصبحت مختلفا فكريا عنه، بل العكس هو اللي سيوقع. هاد الناس هادو اللي تكلمت لك عليهم الأول، هادو أكبرهم بشكل كبير جدا. علاش؟
الى يومنا هذا. الى يومنا هذا شافوا الافكار اللي هي تنقض داكشي اللي مازال تيامنوا به الى اليوم هما، وشافوا الحرب التي اخوضها لتفكيك هذيك الافكار ديالهم وانتقادها بكل قسوه وبكل شده، ولم يتغيروا في علاقتهم معايا. هادو شنو تنقول؟ هادو لحسن الحظ ان اخلاقهم غلبت على تدينهم الفاسد فلم يفسد اخلاقهم. الناس بطبيعتهم، انا تنعرف ناس اللي في التيار السلفي اللي للاسف الشديد افسد هذا النوع من التدين اخلاقهم. والله تنعرفهم لو ما كانوش متدينين هذاك النوع من التدين كنت غادي تلقاهم من احسن الناس وافضل الناس واطيب الناس، بدليل انهم هما مع التيار ديالهم داخل التيار ديالهم في تعاملهم مع الاشخاص اللي هما معاهم على نفس الفكر. راه شنقول لك، راه قمه في الاخلاق الطيبوبه والتواضع والبذل والكرم والتضحيه. علاش يديروا هكاك؟ لان حتى هو داخل التيار السلفي ماشي كلهم بحال هكا. علاش هادو بالضبط فيهم هاد الاخلاق؟ لانها اصلا اخلاق جبليه فيهم. علاش ما تيتعاملوش بها مع الناس اللي ماشي معاهم في نفس التيار والتوجه؟ لان التدين افسد اخلاقهم، والا هما في الاصل ناس جد طيبين. واحيانا شوف الخطر ديال هذا التدين المفسد ديال الاخلاق، انه تيتحولوا انه هو تتلقاه كشخص كطبع يعني قمه الطيبوبه، ولما تيكون المحرك ديالو هو التدين يتحول احيانا الى شخص شرس. نختم هذه النقطه هذه لان النقطه زعما سؤال جميل جدا. انا واحد من المشايخ السلفيه اللي مازال الى الان معروف، انا ما نذكرش اسمه ولكن اللي غيعرفوا راه غيعرفوا، واحد من الشيوخ السلفيه المعروفين اليوم اللي باقي تيدعيو الى الافكار المتطرفه وغيرها والى اخره. هذا كان صديق ديالي، وكما قلت لك لما كانت الصداقه مبنيه على الاجتماع تحت فكر واحد، لا تتخيل مقدار الكرم الاخلاق ديال هذاك السيد. هذاك كل ما يمكن ان تحلم به من اخلاق نبيله موجوده فيه، ما دام انت متوافق معه فكريا. لمجرد انه فتره السجن وغيرها، وانا بديت تنقرا وقريت وطلعت على مدارس وطلعت على كتب وغيرها، بدات البوادر ديال انني راه تنغير الافكار ديالي. بدا التغير في المعامله شيئا فشيئا شيئا، شويه المد والجزر ولا وعلاش قلت هذه وكيفاش تتعامل بهذه، وهذا الشيء راه مخالف لما عليه السلف ومخالف لما عليه السنه. بدها شويه ديال بدات ديك النسبه ديال العاليه ديال التعامل النبيل بدات تثقل. خرجنا من السجن، بدات الخلافات تظهر بشكل اكبر، بدات المواقف ديالي تحدث. علما سيدي بدر، هادشي اللي تنقول لك راه من مواقف، راه مواقف بسيطه، راه مازال ما وصلت على الفتره اللي تنتكلم لك عليها اللي وقع فيها هادشي، مازال ما وصلتش الى ان اعبر عن الافكار والمواقف التي اؤمن بها بكل حريه وبكل قوه، لان باقي يلاه خارج من تجربه، باقي عندي محيط اجتماعي، باقي غير مره تلوح شي حاجه. اتذكر انه واحد المره توفي الزعيم ديال جنوب افريقيا نيلسون مانديلا في 2012 ولا 2013 ماشي 2012. وكتب واحد التدوينه تنشكر فيها ما قدمه الرجل للإنسانية وأسأل الله له المغفرة والرحمة. وهاد التدوينه هذه لا تتخيل شحال اثارت ديال الجلبه، كيفاش هادشي مخالف لعقيده اهل السنه والجماعه، والمسلم لا يترحب على كافر، وكيفاش. وعلما انا حتى العباره ديالي كانت شويه قلت لعل الله يغفر له بما قدم للانسانيه وكذا وكذا وكذا.
قال لك لا هادشي بدا التغير في التعامل بناء على الافكار. فين غادي تسالي هاد العلاقه كاع؟ غادي تنتهي بشكل نهائي، علما انها علاقه انسانيه ممتده. شنقول لك، ممكن تحسبها من 94 تنظن اللي كانت بدايه هذه العلاقه، كانت في 94 وانا لا زلت تلميذا في البكالوريا، وحتى هذا الشخص الذي اتحدث عنه هو لا زال يلا خدا البكالوريا ديالو قبل مني بشي سنه او سنتين. حنا باقي الشباب، تعرفنا عن طريق والدينا، اب ديالي مع الاب ديالو لاقونا دراري صغار، شنو تتقرا انت، شنو تسمع انت، شنو تدير انت، شنو هذا. وامتدت العلاقه تنقول لك من 94 حتى لهذا الوقت اللي تنتحدث عليه، اللي هو 2012 ولا 2000 ولا 2013، يعني اقل شيء تتحدث على 21 سنه. وهذيك 20 سنه كان فيها مكان الأصفار واللقاءات الحميمية، لأنه كان صديق مقرب. ثم ما كان فيها من محنة، وما كان فيها ما كان فيها من صعوبات اللي خديناها بشكل مشترك، ومحاكمة واحدة، وصار فيما بينها كما تيقولوا المغاربه ماشي غير شركنا الطعام، شي حاجه اكثر، وزنزانه واحده، ونقاشات فكريه وعلميه، داكشي يعني كثيره وكثيره جدا. وانا كنت دائما اقدر هذا الامر، هذا نقول هذا الشخص هذا مهما كان حادا في خلافه ولا في الردود ديالو اللي كما قلت لك قبيله، لما خالفتيه راه كانك هزيتي انسان وحطيتي انسان. بسم الله يستعمل مصطلحات. انا قبل ما ندخلوا لا عالم الافكار ولا يولي لا انا خطيب ولا هو خطيب ولا انا هو امام ولا انا امام، علاقتنا كانت رائعه جدا. باش وانا بعد اللي كان عاجبني فيه هو داك حسن الخلق والابتسامه والكلام الطيب والرقيق وكذا، خصوصا ان عنده فيه شويه واخا هو من شيوخ التيار السلفي، وبعد ذاك الوقت تنهضر كان يغلب عليه المسحه ديال التصوف. فداك الشيء فجاه تلقى داك الشيء كله تغير الى العكس. انسان ولا شرس، يسب، يشتم، يفتري، يحط عليك الباطل، ينسبك الى جهات لا تعلم عنها واش كاينه ولا ما كايناش على وجه الارض، يعطيك القاب، ينبزك بالالقاب، كل ما يمكن ان تتخيل من سوء ومن شر اخذ يصدر باسم. علاش هو تيدير داكشي؟ الدين، لانه يرى برايه ان التدين الذي يسلكه ويأمره بهذا الامر ويحثه على هذا الامر. القضيه اللي كان كما قلت لك مازال ما تكلمتش عليها ديال كيفاش سالت هذه العلاقه هذه، ذات الخرجات ديالي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الى اخره. واحد المره واحد السيد صديق مشترك كبير وكذا تنعتبروه بحال الاب ديالنا، قال لنا راه ما يمكنش يبقى هذا الشيء بيناتكم. قلت ليه انا بعدا راه لا ارى، انا راه سمعت من زعما العشرات ديال التدوينات وديال الكلام اللي فيه سب وشتم وقدح وعدم مراعاة لا عشرة ولا عدم مراعاة ولو يوم واحد من الأيام اللي دوزنا معا، وما تردش رعاية لهذا الشيء كله. أنا باقي مراعي رغم الأذى الذي يصلني من هذا الشخص هذا. هذاك السيد قالنا زعما تبقاوش هكا غادي ندير لكم واحد الجلسة. قلت له مرحبا، حتى مشكل. مشينا جلسنا، بدا تيقول لا علاش نتوما قلتي درتي الى اخره. فانا طلبت واحد الطلب، قلت له شوف انا عندي طلب واحد، افكاري راه ما يمكنش شي واحد في العالم باسره يتدخل فيها ولا يقول لي اش خصك تفكر ولا كيفاش تفكر
ولا شنو تقول ولا شنو ما تقولش. واش يمكن اننا نحافظوا على العلاقه والود والصفاء بيناتنا رغم اختلاف الافكار؟ هكا بالحرف عطيت هذا السؤال وكان جوابه صريح، قال لي حتى هو بالحرف هو لا تسمع هادشي راه عارف فين كانت هاد الجلسه وقتاش قال هادشي. قال لي الا كانت الافكار ديالنا غادي تكون مختلفه لا شيء يجمع بيننا نيشان مباشره. فلهذا قلت لك باختصار جوابا على سؤالك، انا ما عنديش مشكل مع اي انسان كيفما كان توجهه ولا الايديولوجيه ديالو ولا التيار ديالو، ولكن طبيعي انني عندي مشكل مع الافكار. محمد، وانت كتحكي هذه القصه اللي وقعت لك مع هذا الانسان، تفكرت قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. المفروض ان التدين الانسان يخلي عنده واحد النصيب ديال العشره، حتى لو ديك شعرة معاويه، حتى لو اختلفنا، حتى لو وصل الخلاف للاحتدام، على الاقل ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ماشي ديال هذا الشيء انا اللي راعيت ولا زلت اراعيه الى اليوم، لانه الى اليوم هذا السيد هذا حملاته لا زالت مستمره ولا زال يمارس السب ويمارس الشتم ويمارس القدح ويؤلب الناس ويحرض الناس. فلان مر داير كل مرة يجيب أوصاف، كل مرة يجيب ألقاب. وأنا إلى اليوم ما تنقول لك هذا المسلسل ديال السب والشتم راه انطلق هذه 9 سنوات ولا أكثر من 9 سنوات، 10 سنوات ولا أكثر، ولا زلت أنا تراعي أن السيد واحد اليوم دخلت لدارو، واحد اليوم كنت معاه أنا وياه في زنزانة واحدة، واحد اليوم سافرت أنا وياه شركت معاه الطعام مرارا وتكرارا، لا زلت أراعي ذلك اليوم رغم أنه ولا يراعي في إلا ولا ذمة. على ذكر التدين يفسد أخلاق بعض الناس، كتأمل بواحد المقولة اللي بدات كتظهر هذه واحد 4 سنين في بعض الكتب اللي خرجت للواقع وللعلن، اللي هي الإنسانية قبل التدين. يعني أنت كتأمل بهذه المقولة ديال الإنسانية قبل التدين، يعني الإنسان يكون إنسانا قبل أن يتمذهب بأي مذهب كان. طبيعة الحال أنا طبعا أؤمن بها. أنا أعتبر أنه الدين هو رافد من روافد الأخلاق، ولا يمنع من أن يكون الإنسان غير متدين بالمرة وأن يكون متخلقا. وعندي أمثلة كثيرة في المحيط الذي أعرف أنا، في الناس اللي تنعرفهم، في الأصدقاء اللي تنعرفهم، ماشي دابا ماشي كاع الأصدقاء ديالي متدينين، منهم المتدين، منهم اللي مسلم ولكن غير متدين، مسلم ظاهرا بالاسم والشهادتين فقط، منهم اللي غير مسلم أصلا لينكر وجود شيء اسمه الإسلام، ولا لا ديني ولا ملحد ولا ربوبي، منهم ناس من أديان أخرى، مسيحيين ولا يهود ولا بهائيين ولا كل هذه الأصناف. عندي أصدقاء، وخصوصا لأنك تسولتي على الدين، دليل على أنه فعلا الإنسانية قبل الدين هو أن ناس لا يؤمنون بدين ومع ذلك تنعرفهم قمة في الأخلاق، والأكثر من ذلك أخلاقهم أحسن وأفضل بكثير من كثير من المنسوبين إلى التدين. أخلاقهم لا علاقة أصلا. بل المشكل أنه هذا النوع من أنواع، لأنه المشكل كما قلنا ماشي المشكل في الدين، حتى باش المستمع والمتلقي اللي معنا يفهم، المشكل في التدين. عندنا مشكل في التدين، أما راه نمشي لك إلى نسخ أخرى ديال التدين في الإسلام نفسه، بالعكس تلقاها هي قائمة أصلا على حسن الخلق. ولكن لأن هذا النوع التدين السلفي للأسف الشديد بسبب
اعتماده على ضواء على ما هو شكلي وما هو ظاهري. لا لبس القميص نصف الساق، لا خص كذا، لا. الناس تهتم في صلاتها بما هو قلبي، وتهتم في صلاتها بما يكون له أثر على السلوك. والسلفي ماذا يهمه في الصلاة؟ واش سبقتي ركابيك فاش كنتي هابط، ولا سبقتي يديك لما تتكون جالس، واش تدير التني ديال القدمين، ولا تدير الايقاع، ولا شنو تدير لما تكون تتشهد؟ واش تحرك الاصبع، واش لا تحرك الاصبع؟ عمرك شفتي شي واحد في التيار السلفي يتحدث عن المعاني الروحيه ولا الايمانيه في الصلاه؟ لا، لان هو التدين كله قائم على هذا الشيء، قائم على انك فاش تخرج للزنقه الناس اشنو يشوفوا فيك؟ خص يشوفوا فيك لابس قميص، خص يشوفوا فيك ما دايرش الاسبال، خص يشوفوا فيك راخي اللحيه ما قيساش. كل هذا التركيز على التدين المظهري واللي خلى عندهم الفراغ فيما يتعلق بكل ما هو روحي وكل ما هو اخلاقي. وهذا الامر هذا خلاهم شرسين تجاه مخالفيهم، لانهم لو كان هذا النوع من التدين يركز على الاخلاق ويجعل المحور ديالو هو الاخلاق، كان غينعكس داكشي حتى على الموقف من المخالف. لان الموقف من المخالف رغم انها تصبغ بمفاهيم دينيه، الرد على المبتدعه ولا البراء، الهجر المبتدع الى اخره، ولكن هو في الاخر هو نفسيه. لان هذاك الانسان هو في داخل كاين جوج الاصناف. شكون منصف؟ جوج الاصناف. كاين واحد تتكون عنده قابليه اصلا لذلك الامر بدون تدين، هو حياته شرس في التعامل مع الاخر، هو في حياته عنيف في التعامل مع الاخر. لما تلقى هذا النوع من التدين تيتوافق مع النفسيه ديالو، علاش كثير من التيارات السلفيه الجهاديه مثلا على سبيل المثال تتلقى اغلب الناس اللي كانوا فيها، ما نقولش اغلب، ولكن واحد الفئه كبيره منهم شنو كانوا قبل؟ كانوا مجرمين وكانوا في السجون، مجرمين ديال الحق العام. علاش؟ هو لقى في تلك النسخه من التدين ما يتوافق مع طبيعته ومع نفسيته. كاين الصنف الثاني، وهادو تا هما تنعرفهم وتنعرف نماذج منهم، تيحاول يحارب الطبيعه ديالو ويحاول يحارب نفسيته اللي تكون نفسيه طيبه وودوده ولطيفه، تتحارب معها حتى ينتصر لما يراه انه تدين، وان الدين يلزمه به من التهجم على الناس ولا سبهم ولا شتمهم. وهذه الناس تتكون واضحه فيهم هذه القضيه هذه. محمد، على ذكر الفترة اللي دوزتي والابتلاء ديال السجن والمحنة اللي كانت من النتائج ديالها أننا نشوفوا محمد عبد الوهاب رفيقي آخر مختلف على اللي كان قبل المحنة. كاين بزاف ديال الكلام تيروج على أن التغير أو المراجعات أو الفكر الجديد اللي خرج به محمد عبد الوهاب رفيقي ماشي وليد البحث والدراسة، وإنما هو وليد الإكراه. بعض الإسلاميين السلفيين، بعض الإخوان وغيرهم في المغرب يقولوا خذ على قاعدة طلاق المكره وزواج المكره. محمد عبد الوهاب رفيقي كان مكرها، وما كان كيحاول يقدم تنازلات باش يخرج دغيا من السجن. هادشي اللي خلاه يخرج بهذه النسخة الجديدة اللي حنا كنشوفوها الآن. واش هادشي سيدي محمد عنده علاقة بالسجن ولا هي أفكار، ولا كما قلتي في الاول هذا هو ما اخترته انا الان بمحض ارادتي؟ لا تنظن زعما اعتقد انه قليل جدا اللي يمكن ان يؤمن بهذه النظريه. هذه شبيهه بداك الشيء ديال نظريات البؤامره وغيرها. ولكن من
يمكنه ان يصدق مثل هذا الامر صعيب. اسمح لي انا ممكن نشكك حتى في ذكائه، لانه ماشي حتى نهضر على راسي. انا دابا لو كنت شخص اخر، ناس من الناس المتابعين تا هما لهذا السي محمد عبد الوهاب رفيقي، وتابعت المسار ديالو وشفت حياته وشفت شنو السياقات ديال هادشي اللي تيتكلموا عليه، يستحيل انني نعطي حكم بحال هذا الحكم هذا بدون ما نكون هاد السي رفيقي ما تنعرفوش كاع، غير تنشوفو مع الناس في يوتيوب ولا في وسائل التواصل ولا في التلفازه ولا في غيرها. علاش؟ انا نعطيك عدد من المعطيات اللي هي كفيله جدا باش تفند مثل هذا الكلام. لو انني انا الوحيد اللي خرجت من السجن بسبب افكار ولا غيرها، كان ممكن نصدق هذا الامر هذا. لو ان شيوخا اخرين بين قوسين بقاو في السجن وانا خرجت، غادي نقول فعلا انا خرجت لانه هذه الافكار هذه كانت السبب في الخروج، والاخرين اللي ما امنوش بهذه الافكار راهم ما بقاو في الحبس. ولكن واقع الحال انني ما خرجتش بوحدي، وواقع الحال ان اللي خرجوا من معايا ماشي انهم، هذه نقطه مهمه ورجع غادي يعني يرجع ليها اي واحد غادي يلقاها. الناس اللي خرجوا معايا في نفس اليوم في نفس السياق في نفس الورقه التي كان فيها العفو الملكي بنفس البروفايل اللي هما ما يعرف بالشيوخ، ماشي خرجوا ولا زالوا على افكارهم بين قوسين المتطرفه، لا، وهذا الكلام تنقوله انا مسؤول عليه. خرجوا اكثر تطرفا مما كانوا عليه قبل ذلك. الشخص اللي كنت نتكلم لك عليه قبيله اكبر نموذج، الشخص اللي كنت نتكلم لك عليه قبيله قبل السجن كان غير مرغوب فيه داخل التيارات السلفيه، وكان التيارات السلفيه تتعامل معه بحذر شديد. وانا سمعت يا ما سمعت، لا ربما لانه عنده وجهين. ما لا انا ما نديرش هاد التهمه هذه، ولكن نشرح لك شنو. لا ماشي وجهين، هو زعما ذو الوجهين. لانه عنده صيغه صوفيه وعنده صيغه سلفيه. زعما عنده جوج ديال المشاريع. هذا هو السبب اللي كان خلى الناس يحضروا منه، ولانه كانت عنده بعض الاختيارات وبعض المواقف اللي تتخلي يقولوا لا هذا ما كاينش شي واحد سلفي على منهج اهل السنه تيقول هذا الكلام اللي تيقول انا شويه ديال التشيع شويه ديال التصوف شويه هذا الخليط هذا ما محسوبش علينا. هذا بعد السجن السيد خرج اكثر تطرفا مما كان عليه قبل ذلك، هذه لا شك. وماشي هو واخرين ايضا حتى هما، اما انهم خرجوا اكثر تطرفا او اقل شيء انهم خرجوا من السجن وهم يقولون لم نتراجع عن شيء ولن نتراجع عن شيء ودخلنا اسودا وخرجنا اسودا. هذه العبارات اللي خرجوا تيقولوها الناس. اذا الى كان السبب هو الافكار، تغير الافكار، هاد الناس في باب السجن تيقول لك انا ما غيرت والو وانا لازلت على العهد والثبات وديك المصطلحات الضخمه اللي تيبقاو يقولوها الناس. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه لما تقول شي افكار انت غير مؤمن بها غير لغرض ما، غتبقى تقولها 12 عام من بعد تقولها باش تخرج، وغادي تمشي تسد على راسك ولا تمشي تاخذ شي مسار ديالك ولا تخوي البلاد وتقول انا راه خرجت غير داكشي. انا ها افكاري، انا الافكار اللي اؤمن بها اليوم وادافع عنها اليوم راه 12 سنه دابا وانا اتلقى الطعنات والحرب والهجومات المتواليه والاتهامات المتواليه والتهديد بالإداية والتهديد بالقتل والتعرض وهذا الشيء كله باش هو خرج وصافي 12 سنه هذه باش خرجت. لا ما خرجتش البارح ولا البارح، راه 12 سنه هذه، راه من 2012 ل 2024. وبالتالي هذه الاستمراريه في هذا المسار وانتاج افكار اخرى والدفاع عنها وتغيير حتى
حتى طريقة الاحتجاج ومنهجية الاحتجاج والتدرج في إظهار هذه الأفكار. كما قلت لك قبيلة، لو كنت أنا واحد محايد نقول هذا السيد راه زعما واضح داك الشيء أفكار، لأنه تيقولها هنا ويكتب عنها ويدافع عنها كتابة وصوتا وصورة، زعما تيجيني قلة ذكاء بزاف انه شي واحد يقول لا هذا الشيء راه كان غير اكراه وغير السجن والى اخره. هذه نقطة ثانية خصني ضروري حتى هي نأكد عليها، وهي أنه ليس السجن كما تفضلتي من كان سببا في أن ترى مني نتوما ولا غيركم شخصا آخر. السجن هو عامل من العوامل، وإلا أنا متأكد أنه بالمسار ديالي اللي كان حتى قبل السجن واللي عارفه انا مع راسي، ما عارفينوش داس ديك الساعه، ماشي اي حاجه نظرا للمحيط، ماشي اي حاجه تغيرت فيها مع راسي راه تنخرج نعلنها للناس. انا كنت غادي في هذا المسار حتى قبل السجن، وانا غيرت كثيرا من الافكار قبل السجن، ولما دخلت للسجن ما جا حتى واحد قال لي غيرها، وما جا حتى واحد طلب مني ان بالعكس كان السياق اللي كنا فيه والشكل اللي كنا فيه داخل السجن وغيره يشجع على انك تبقى على الافكار ديالك. علاش؟ لان ما كنتش بوحدي. صحيح انني دوزت واحد 7 سنوات في السجن ديال بوركايز بفاس في زنزانه انفراديه، ولكن الزنزانه الانفراديه ما تيتسدوا البيبان، لما تيتفتحوا البيبان للفسحه والاستراحه راه ماشي بوحدي، ومع من كنت مع نفس التيار. انك تغير افكارك في وسط هذاك المحيط امر صعب جدا، صعب جدا. انا تعرف بزاف ديال الناس اللي كانوا معنا في السجن واللي غيروا افكارهم ولم يصرحوا بذلك ابدا، خوفا من الاتهامات، خوفا راه وصل الامر انا حتى التهديد بالقتل داخل السجن من طرف البعض اللي كانوا تما. اذا انا بالنسبه لي انني نغير هذه الافكار داخل السجن امر غير مريح، وما غنستافد منه حتى حاجه، وما استفدتش منه والو على صعيد ما هو سجني، ولكن استفدت منه طبعا على مستوى ما هو شخصي. استفدت منه اكبر استفاده، استطعت انني نحول هذيك المحنه الى منحه، استطعت انني نحول هذيك الزنزانه الى خلوه للتفكر، للتدبر، للقراءة، لإعادة النظر في الأفكار القديمة، للبحث، لتأسيس كما قلت في الأول ديال اللقاء، لتأسيس قناعات جديدة. لأنه شنو وقع لي أنا داخل السجن؟ أنا كنت بديت غيرت شي حاجة قبل ولكن جزئيات. التيار السلفي لا يؤمن بالعمل السياسي، أنا بديت آمن بأنه يمكن العمل في العمل السياسي. بعض القضايا في التكفير أنا كنت غير متفق عليها، هكا وهكا. ولكن اللي غيوقع لي في السجن بسبب ما أتحاولي من فرصة ديال القراءة وديال المطالعة وديال قراءة مئات ديال الكتب، هي أنني في واحد اللحظة قلت ستوب، حبس، لأنه إلى تلك اللحظة جميع الأفكار التي أؤمن بها كلها موروثة، يا من أسرة، يا من الشيوخ اللي جلست عليهم قريت عندهم، يا من الجامعة اللي قريت أنا في أكبر جامعة في العالم متخصصة في الفكر السلفي. قلت ستوب، أنا حاولت كلشي قلت الآن اليوم في هذه اللحظة ما عندي حتى فكرة مقدسة، كل شيء غادي نعاودو من جديد. بديت تنأسس ماشي في يوم، ماشي في يومين، ماشي في شهر، ماشي في شهرين، سنوات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من أفكار. ومن نهار خرجت إلى الآن ماشي هي نفس الأفكار، وهذا دليل آخر على الاستمرارية في هذا المسار هذا ديال البحث وديال ديال نشدان الحقيقة أينما كانت وفي أي وقت. أنا ما عنديش مشكل دابا، أنا تنقول أنا في 2012 ماشي في 2024،
وغير 2016 و2017 ماشي انا هو 2024، وتقدر تجي 2028 ولا 2030 الا كنا باقيين في الحياه، وممكن تلقى عندي افكار مختلفه. ما ما بقاش عندي شي حاجه سميتها ثبات على الافكار، لانها تشوف ان الافكار هي تدخل ضمن نطاق متحرك. تقدر تجيك معارف جديده، تقدر تجيك معلومات جديده، تقدر تجيك معطيات جديده، وبالتالي مجال الافكار كله مجال قابل للتغيير في اي لحظه حسب المعطيات اللي بين يديك. محمد، على ذكر الافكار والتغير ديالها، كنظن حتى انت مؤخرا تابعتي في المملكه المغربيه كاين واحد ما عرفناش شنو غادي نسميوه، واحد الحركه سميوها حركه ديال القضيه الفلسطينيه من 7 اكتوبر الى يومنا هذا، زائد الرساله اللي كان رسل جلاله الملك لرئيس الحكومه في القضيه ديال النظر في المدونه. هاد جوج ديال الامور، واحد عالمي خارجي وواحد داخل المغرب، خلات تكون واحد الحركه في الشارع وفي الميديا. بزاف ديال الناس كيقولوا السيد محمد عبد الوهاب رفيقي هو احد المتزعمين لما يسمى بالتجديد في المدونه وغيرها من الافكار، وهذا الشيء درتي فيه لقاءات وتكلمتي فيه وتناظرتي فيه وقلت وقيل لك. نعم. السؤال ديالي هو واش ما تتشوفش انه وصلنا لواحد المرحله حالا وفي هذه الايام يقال لها التغول ديال التيار الاسلامي في المغرب؟ يعني وصلنا الى درجه التكفير ديال المخالف. التكفير ديال المخالف كاين من زمان، هي موروثه حتى من كتب بعض الفقهاء، ولكن التكفير اللي ولا اسهل من شرب الماء. يعني هضره جوج، سي محمد عبد الوهاب رفيقي هذا عميل صهيوني اسرائيلي خائن وعميل وعياشي وقول عليه ما بغيتي، لا في القضيه ديال فلسطين ولا في القضيه ديال المدونه. بغينا الراي العام عاد نزيدوا نغوصوا في هذا. هو شوف، عموم الناس انا ما تلومهمش، ناس عاديين، ماشي مثقفين، مستوياتهم التعليميه محدوده، مكنتهم وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثه من انه تكون عندهم الوصوليه السهله والسلسه الى وسائل التواصل، انه يعطي رايه، يكتب، يعلق، ينتقد، يسب. هذه موجه في العالم ما يمكنش تحبسها، ما يمكنش تحدها. انت عندك واحد الاجيال نتيجه ديال واحد التعليم مأزوم، ناس اشباه متعلمين، ناس ما ترباوش لا في المدرسه ولا في الاسره على التعايش، على قبول الاختلاف، على التعايش مع الراي الاخر. ترباو في اجواء فيها بزاف ديال العنف، الاسره العنف، في الجامع العنف، في المدرسه العنف. شو تنتظر منه؟ ولهذا انا صراحه ما نسلمهمش بزاف، ولكن لما ناس محسوبين على الثقافه او محسوبين عندهم نوع من الاعتباريه عند تياراتهم ولا في المجتمع ولا بسبب شواهدهم العلميه ولا غيرها، تلقاهم حتى هما تينخرطوا في هذا المسلسل. هذا هو تيجينا مؤسف جدا، وبطبيعه الحال هما اللي تيهيجوا هذوك الشباب الاخرين. شوف بزاف ديال الشباب هاد التهم اللي تكلمتي عليها ولا داك العبارات العنيفه اللي تلقى عندهم في وسائل التواصل، هو نوع من التفريغ. تيفرغ، هو مشحون داخليا بالعنف، فتيفرغوا في هذاك التعليق اللي تيسب فيه ولا اللي تيدير فيه. ولهذا انا صراحه مثل هاد التعليقات ما تنعطيهاش اهتمام بزاف، والحل ديالها لا يمكن ان يكون بين عشيه وضحاها. الحل ديالها هو تخرج جيل اخر متعلم مثقف تربى على التعايش، تربى على الاختلاف. ولكن هذوك الناس الذين يقومون بالتحريض او تقوموا
بمحاولة تشويه فكرة المخالف عن طريق الشخصنة، وهذا أهدى ما عندي في الردود اللي يقال عنها أنها هذا تردو. شوش ترد؟ بغيتي ترد على الفكرة. تستغرب أنه بعض هؤلاء الشيوخ، بعض الذين مسهم الأذى ديال هاد الناس هادو، تعرضوا للسب ولا تعرضوا للشتم ولا تعرضوا للافتراء، جاو دعاوهم، قدموا بهم دعوى إلى المحكمة. فوالله العظيم إلا ضحكت وأنا تنشوف هادوك الناس اللي تيردوا على تيستنكروا أنه قد رفعت به الدعاوى بحجة فين اختلاف الآراء، فين اختلاف كذا، فين المدافعة الفكرية. اش من مدافعة فكرية؟ هذا سب وشتم. فيش مدافعة فكرية؟ مدافعة الفكرية تكون في الأفكار. غتجي وتقول الفكرة الفلانية أنا تنشوف غير صحيحة لأنها كذا كذا، أنت تجيش تناقش الفكرة، أنت تجي تقول فلان اللي قال الفكرة فاعل وتارك وينتمي إلى منظمة صهيونية ومنظمة مسيحية وتموله الماسونية العالمية، وهذه مؤامرة على الإسلام يقوم عليها فلان وفلان وفلان. فين هو النقاش؟ وهذا أنا متفق مع الناس اللي رفعوا الدعاوى بهذه المسائل. أنا نرفعها ما رفعهاش هذا اختياري الشخصي، لأنه يختلف حسب الشخص واش غنرفع عليه ما رفعش عليه، ولكن كمبدأ هذا بالنسبة لي مبدأ سليم، لأن هذا ماشي تدافع فكري، هذا ماشي اختلاف رأي، هذا ماشي نقاش علمي. تقول لك لا بغاو يحبسوا النقاش العلمي باللجوء بالاستقواء بالمحاكم. استقواء بالمحاكم باش ترد الحق ديال واحد الشخص مسا في عرضه. ما فهمتش علاش يديروا هذا التخليط هذا وتيوهموا بزاف ديال الناس. حجة الضعيف أنه يلجأ إلى المحكمة. وشنو يجي ضربوك؟ رحنا في دولة مدنية، ورحنا في دولة فيها القانون. إذا تعرضت للسب والشتم تتمشي للمحكمة وتترفع دعوى بأن فلان سبني وشتمني. لو أنه مشيت أنا للمحكمة وقلت لها راه فلان يعارض فكرتي وتنتقد فكرتي بقوة، المحكمة تضحك عليا وتحيل الملف إلى الحفظ. ولكن حنا تنتحدثوا على التشهير بالاشخاص. لما يكون عندك انت 200 ولا 500 ولا 1000 ولا 5000 ولا 10000 ديال المتابعين، وتجي عندهم في بلد الناس فيه الدين يلعب دورا مهما وكبير في حياتهم وهو جزء من وجدانهم، وتجي انت قدام هذوك 10000 ولا 5000 اللي عندك وتتقول لهم فلان بالاسم ديالو وتتوضع حتى الصوره ديالو وتتقول لهم هذا الشخص هذا في الصوره واللي اسمه كذا وكذا وكذا هو عدو لدينك. تتقول له انت هذا الشخص هذا راه يعادي هذاك الدين اللي هو جزء من وجدانك وجزء من وهو عقيدتك وهو ما تدين به في حياتك. يعني العلاقه بينك وبينه راها مرتبطه بشكل كبير جدا، قويه جدا. فانت تصور لك هذا الشخص هذا بانه يعادي هذاك الجزء المهم في الوجدان ديالك، وتتخيل من هذوك الناس. القضيه ديال ان مثل هذا التشهير لا راه تيقولوا بانه راه يمكن شي واحد يتعدى يمشي يتعدى عليه وتيعتبروا هذا نوع من المبالغه. يمكن ما قارينش في التاريخ الحديث حتى التسعينات شوفوا غير مصر، شوفوا غير مصر وشوفوا الناس المفكرين الذين تعرضوا للاغتيال. علاش تعرضوا للاغتيال؟ لنفس السبب. واحد شيخ جالس يقول نجيب محفوظ عدو الله فاعل تارك داير، والاخر تا هو تيسمع. الفرق ان ديك الساعه كان الشيخ يلقي الدرس في مسجد وتينوض واحد من داخل المسجد تيمشي يبغي يخشي موس في نجيب محفوظ، ودابا انت تتقوم بعمليه تشهير
في مكان بالنسبة لهذه العملية هو أخطر من المسجد، لأنك تيشوفوك الناس في العالم بأسره وفي كل مكان، وفين ما كاين داك الشخص تيدور يمكن واحد ملي تلقفوا هذيك التدوينة ديالك يمشي لا قدر الله ويدير شي عمل إجرامي في حق ذلك الشخص، ومن بعد تجي تتباكى وتتقول فين النقاش العلمي؟ أين النقاش العلمي؟ فين هو التدافع؟ شو التدافع الفكري وأنت تشوه الناس وتشهر بهم. دابا هذاك السيد اللي تتقول عليه عدو لدين الله ما عندوش أسرة، ما عندوش عائلة، ما عندوش أصدقاء، وتبغي أن المحيط ديالو ولا ولادو ولا عائلته ولا أسرته يشوفوا واحد الشخص يقول أب ديالهم ولا في القريب ديالهم ولا في الصديق ديالهم أنه عدو لله ورسوله. ما صراحة لا أفهم كيفاش يتم تبسيط عملية التشهير والتحريض والتعبئة ضد الأشخاص بهذه الطريقة هذه. ولهذا أنا تنقول بأنه مثل قضايا التشهير ولا السب ولا الشتم اللي فيهم شخصنة وتعرض لشخص بذاته، الناس خصها تلجأ إلى القانون، خصها تمشي إلى القانون للحد شوية من هذا، لأنه من الذي يسمح بهذا التغول اللي تكلمت عليه هو التساهل في مثل هذه القضايا، هو التساهل مع هاد الناس، لأن السب المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وشاف أنه آمن معافى ويستحلى، ولا فين ما كانت شي قضية إلا طبعا هو عنده أغراض أخرى لأنه يحقق بها مآرب أخرى، عنده مآرب في ذاك الشيء تيبان في صورة البطل الذي يدافع عن دين الله ويدافع عن رسول الله. أحيانا دابا ما تنهضر بشكل عام، دابا أحيانا يتلقى أموالا من أجل هذا الأمر للقيام بهذه المهمة، تيصنع راسه واحد نوع من الهالة ونوع من الاعتبارية بحكم أنه يدافع عن الدين ويدافع عن الله ورسوله، ولكن في المقابل راك تتأذي الناس. وماشي مشكل ماشي غير هذا فقط المشكل أنك تدير واحد التوتر داخل المجتمع. احنا هذه سنوات منذ الاستقلال إلى اليوم شنو المشروع ديال الدولة المغربية؟ المشروع ديال الدولة المغربية هو بناء الدولة الوطنية الحديثة. بناء الدولة الوطنية الحديثة اللي بدأ من 56 لدابا يقوم على أساس تعايش بين مختلف الأفكار وإيجاد وسائل لتدوير هذا الاختلاف، اللي منها البرلمان، منها الانتخابات، منها المجتمع المدني، عدد من الآليات والوسائل لتدوير الاختلاف داخل المجتمع. لما تجي انت وترجعنا إلى العنف وتعيدنا إلى العنف تضرب هذه الجهود كلها في الزيرو. سي محمد، على ذكر هاد جوج قضايا اللي كنت سولتك عليهم قبيله، ما رأيك أولا في 7 أكتوبر ما يحدث في فلسطين وغزة والحراك اللي داير بين الناس في الموافقة على شي دارت حماس من عدمه؟ أنا شوف، باش نكون معك واضح معك، أنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولا الناس ديال غزة. هذا من به أقل ذرة من الإنسانية لا يمكنه إلا أن يتعاطف مع ما يقع، ولكن هذا ما يعنيش أنني ندافع على حماس. حماس بالنسبة لي تيار من تيارات الإسلام السياسي المتواجدة في المنطقة، ولا تعنيني في شيء صراحة، لا تعنيني في شيء. أنا الذي يعنيني في المنطقة وهذاك الشعب الفلسطيني وهذاك الطفل الذي يتعرض للقتل وهذاك الشعب اللي يتعرض للمجزرة. حنا تنتكلموا دابا على جرائم إنسانية في هذه اللحظة اللي تنتكلم معك فيها راه تجاوز العدد ديال القتلى من 7 أكتوبر لدابا 40,000 قتيل. 40,000 قتيل في المدة لا تتجاوز شحال دابا 10 أشهر ولا أقل من 10، أقل من 10 أشهر ولا 9 أشهر. 40,000 قتيل
انا هذا اللي تيهمني في الموضوع، شكون معك واضح. تيهمني ما هو انساني في الموضوع. تعرض 40,000 قتيل في هذه المده، هذه مجزره لا يمكن لاي انسان على وجه الارض، ولا يمكن لاي صوت حر على وجه هذه الارض الا ان يدينها باشد اساليب الادانه. هذا امر بالنسبه لي أنا واضح. ولكن شكون تسبب ما تسببش، تيار واحد تيار اسلامي تما، انا معروف زعما تنختلف معاه في فكرته، في تنختلف مع الشكل اللي انا ما عنديش اشكال مع وجود المقاومه، لان وجود المقاومه امر طبيعي في ظل الوضع اللي كاين تما. المقاومه راه امر طبيعي انها تكون، ولكن فكره الاسلام السياسي برايي لما تدخل سواء في مجتمعات ليس فيها حرب او انها توظف نوعا من الصراع بين الطرفين، تفسد اكثر مما تصلح، كانت حماس ولا غير حماس. هذا الموقف ديالي بكل اختصار. والانعكاسات ديال 7 اكتوبر اللي كنشهدوها في المغرب من نهار 7 اكتوبر، يعني على مدى 9 اشهر كاين مظاهرات كتخرج في المغرب شبه اسبوعيه. نعم. دوريه. الغريب في الامر ان هذه المظاهرات اللي كيشوفوا تيراقب بعدات من النصره ديال القضيه الفلسطينيه، ولينا في تصفيه حسابات مع الدوله والمطالبه ديالها مثلا بقطع علاقه مع هذه الدوله ولا ربط العلاقه بهذه الدوله، زائد الهجوم على بعض الاسماء والمسميات في المغرب، اشخاص مسؤولين الى غير ذلك. دابا هذه الانعكاسات ديال 7 اكتوبر على المغرب هي اللي محتاجين للراي ديالك فيها. هي شوف، هو طبيعي جدا، الناس طبيعتهم بحال هكا، طبيعتهم انهم يستغلون الفرص كما قلت لتصفيه الحسابات. واحد عنده مشكل مع، احيانا تيكون مشكل شخصي وتتلقى الشعارات كبيره وانتقاد ديال الدوله مثلا في امور كبيره، وراه شي مشكل شخصي في العمل ولا في الاداره ولا وقع له مشكل مع الرئيس ديالو في العمل، تيصرفوه في اطار شعار كبير. لهذا صراحه تنستغرب لما تتلقى كما قلتي محاوله الركوب. وهذا هاد القضيه هذه باش نكون معك صريح عانيت منها انا شخصيا على المستوى الشخصي. عمر تعاطفي مع الشعب الفلسطيني ولا حقه في الوجود ولا انه شعب محتل، زعما هذه قناعه ما عمرها زعزعت عندي، سواء تكلمت على هذا الموضوع ولا ما تكلمتش عليه. ولكن المؤسف في الموضوع انني لقيت نفسي انني في فترات طويله وظفت باسم القضيه الفلسطينيه لاغراض ايديولوجيه. القضيه الفلسطينيه هي قضيه انسانيه، اش تدخل الايديولوجيه فيها؟ دخل الايديولوجيه والشعارات الدينيه. والقضيه الفلسطينيه من اكثر القضايا في التاريخ اللي تم توظيفها واستغلالها لتحقيق مآرب واغراض اخرى. للاسف هذا واقع. ناس تبغي تستعرض العضلات السياسيه ديالها، تستغل القضيه الفلسطينيه. ناس تبغي تجمع الاموال، تستغل القضيه الفلسطينيه. ناس تبغي حظوه، وهادشي حضرت ليه بنفسي. ناس سعيا لمناصب معينه، منظمات معينه اقليميه وغيرها باسم القضيه الفلسطينيه كانت تتنافس وتتصارع من اجل تلك المناصب. للاسف الشديد ان القضيه الفلسطينيه مشجب يحاول ان يتعلق به كثير من الوصولين وكثير من الانتهازين. وهذا الشيء باش نكون عاوتاني منصف لا يعني انه في هؤلاء المناصرين للقضيه الفلسطينيه والمدافعين عنها يوجد شرفاء ويوجد احرار ويوجد ناس صادقين كل الصدق في دفاعهم عن القضيه. محمد، الشق الثاني في هذا الحراك اللي داير مؤخرا في المغرب هو الرساله الملكيه للسيد رئيس الحكومه في القضيه ديال اعاده النظر في المدونه. هذا الموضوع هذا
تكلمت فيه وناقشت فيه واثرت فيه الجدل بالاراء ديالك، وقريت بزاف ديال الردود اللي تردات عليك. سمعت شي ناس ردوا عليك، هل اللي يسبك، هل اللي ناقشك، هل اللي حاول يسترجع الماضي ديالك باش يركب عليه. قبل ما نناقشوا القضيه ديال المدونه، واش السي محمد عبد الوهاب رفيقي يصنف على حسب ما يقال الان قراني، محارب السنه، يريد تعطيل القران، جايب شي حاجه اخرى بديل للوحيين؟ أنا لم أصنف نفسي يوما أني قرآني، عمري قلت أني قرآني ولا صنفت نفسي هذا التصنيف. بل أنا بالقرارات اللي خرجت بها بعد الرحلة الفكرية والبحثية اللي خصها مع نفسي لسنوات، هي أن لا أصنف نفسي تحت أي يافطة. أنا ما أي وصف ولا شي واحد بغى يصنفني أو يقولبني في شي قالب معين أرفض ذلك جملة وتفصيلا. أنا إنسان حر، أقدر أتفق مع هذا التيار في هذه الفكرة، أتفق مع التيار الآخر في الفكرة الأخرى على حسب قناعتي، على حسب الرأي الذي ظهر لي أنه أكثر إقناعا وأنه أكثر منطقية. ما تغليش شكون قالب ولاش من تيار هو ولاش من توجه هو، بقدر ما تعنيني الفكرة والحجج. كل ما أدافع عنه أرافع عنه، سواء في مدونة الأسرة ولا في غيرها، هي قناعات عندي مبنية على عدد من الأسس اللي أنا أتخذها منهج في قراءتي، لا سواء للقضايا الدينية ولا فيما يتعلق بالواقع والمجتمع. وبالتالي ما عرفتش واش تدخل معايا في التفاصيل ولا لا، ولكن بالعموم كل ما أدافع عنه من قضايا مجتمعية متعلقة بحقوق الإنسان ولا بحقوق المرأة ولا عدد من القضايا المعاصرة، أناقشها من نفس المنطلقات اللي أنا كبرت فيها واللي عشت فيها. ولا توجد قضية من القضايا ما عنديش عليها طريقة استدلال هي نفس الطريقة التي يسلكها حتى ذلك المخالف. طبعا تناقش في الأصول، تناقش في القواعد، ولكن هذا النقاش ديال القواعد وديال الأصول راه موجود حتى في التراث الفقهي. غتقول لي مثلا هذا من باب القياس، نقول لك انا لا أؤمن بالقياس، وعطى الله الفقهاء اللي لا يؤمنون بالقياس. غتقول لي هذا الشيء عليها اجماع، نقول لك انا لا أؤمن بشيء اسمه الاجماع. عطى الله الفقهاء اللي كانوا لا يعتبرون الاجماع، اما لا يعتبرونه حجة او يعتبرون وقوعه امرا محالا. هذا الشيء. ولكن انا القراءة المشكل ماشي في انك كما قلتي واش تؤمن بالوحيين ولا لا تؤمن بالوحيين، هي في طريقة الاستدلال، في طريقة القراءة للنص الديني. ما فين تختلف أنا مع الناس، مع بعض الناس من هادو اللي تكلمت عليهم، هما لهم طريقة معينة. أنا الطريقة التقليدية اللي توارثها الفقهاء بعضهم عن بعض، تنشوف أنها في هذا العصر لا يمكن أن تلبي حاجية العصر، لا يمكن الطريقة الأصولية اللي ورثها الخلف عن السلف إلى عن الشافعي. في نظري هذه الطريقة المنهجية الأصولية في التعامل مع النصوص صالحاش دابا، وهي ليست وحيا، هذاك إبداع في عصره في وقته ديال الشافعي وغيره. نجو شي حاجة سميتها أصول الفقه، عمل كبير وجهد ضخم جدا، ولكن ما صالح ليا لهذا الوقت. أنا اليوم تنشوف بأن الإكراهات ديال الواقع كما هو إكراهات الواقع في عصره، لأن عملية اختراع أصول الفقه ماشي واجب ديني، ماشي القرآن ولا السنة اللي قالوا ليه راه ضروري، قالوا الشافعي راه ضروري تختار علينا واحد العلم سميتو أصول الفقه. ما الذي دفعه إلى اختراع أصول الفقه؟ هي الحاجة، لأن المسلمين ولات عندهم دولة،
والدولة تحتاج إلى تدبير، وهذاك التدبير يحتاج إلى قوانين. هذيك الساعة كانت هذيك هي الطريقة المتبعة في سن القوانين، فاختار شي حاجة سميتها أصول الفقه حتى يستطيع بها أن يصيغ القوانين انطلاقا من النصوص اللي عنده. وطبعا سيناقش في النص نفسه ما يقبل منه وما لا يقبل وكيفية القبول. كل عمل كبير ولكن صالح لوقته وزمانه. أنا نفس الشيء اللي تنقول دابا، تنقول الدولة اليوم والحياة اليوم بشكل عام عندها تحديات أخرى، عندها متطلبات أخرى، عندها حاجيات أخرى. إذن حتى الطريقة ديال التعامل مع النص تحتاج إلى أشكال جديدة وقواعد جديدة في التعامل فقط. هذا ما أقوله. دابا اللي سمع هذا الكلام ديالك سيدي محمد غادي يقول وكأننا أمام مجتهد جديد من نوع آخر، إلا أن هذا المجتهد الجديد شافعي جديد أو حنبلي جديد أو حنفي جديد، ما حط ليناش مادة بقواعدها باش حنا نستندوا لها. واش يناقش قضايا، عناوين، مواضيع، ربما كيناقش المواضيع المثارة، لكن نزيدو عند عبد الوهاب رفيقي ماشي مثلا تفرغ مدة من الزمن وعطانا واحد المدرسة فكرية، ربما يكون طرح جديد، اجتهاد جديد، ربما يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. حكم أن عبد الوهاب الأفريقي تيقول القواعد الأصولية اللي توارثها الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء لم تعد صالحة لهذا الزمن، ربما لم تعد صالحة للدولة المدنية إلى غير ذلك. لكن لحد الآن كنشوفوا سيدي محمد عبد الوهاب رفيقي ما حط لناش مدرسة وإنما كيتكلم في مواضيع. نعم، غنجاوبك على هذا السؤال، سؤال جميل. هذا الكلام وقتاش كان يقال؟ كان يقال لما كان حتى الشكل ديال الحياة وديال هذا شوية بسيط، وبالتالي كان الناس يحتاجون إلى مجتهدين أفراد. كافي يجيك واحد بحال الشافعي ولا يجيك واحد بحال أي مجتهد من المجتهدين اللي كانوا في هذاك الوقت ويوضع لك منهجية ويمشيو عليه الناس. ولكن اليوم لا يمكن هذا الأمر هذا، لا يمكن لا محمد عبد الوهاب رفيقي ولا لفلان ولا لعلان أنهم يوضعوا هذا الشيء اللي تكلمت عليه بمفردهم، لأن الآن الأمر أصبح أكبر، تحديات أكبر، الحاجيات أكبر، المعارف أكبر، التراث اللي قبلنا ضخم جدا ويجب أن تبحث عن طريقة للتعامل معه. علاش أنا تنقول هذه الأفكار هذه هكا كما قلت أنت تطلقها هنا هناك؟ ماشي أنا بوحدي، أطلقها أنا ويطلقها الآخر في مصر ويطلقها الآخر في السعودية والآخر في العراق والآخر في لبنان والآخر تيطلقوها من أجل تحريك المجتمع، وتحريك ليس فقط المجتمع، تحريك حتى الجهات الرسمية للتفكير في إنتاج عمل مثل هذا العمل اللي تكلمت عليه. اللي أنا مؤمن به دابا الآن أنه هذا العمل اللي تكلمت عليه ديال إنتاج واحد المجهود فكري يضع منهجية جديدة ويمكن يكون اجتهاد كبير في مجال العلوم الشرعية، أعتقد أنه أمر ضروري أولا. وثانيا لا أعتقد أنه بمقدور أي فرد اليوم أن يقوم به لوحده. هذا دابا كاش مؤسسات، كاش جامعات دينية كبرى، كاش قرويين وما كاش أزهار وما كانش المؤسسات الدينية في كل دولة، إذا كانوا يبانوا مجتهدين الأفراد. ولكن أنا اليوم حتى لو شي مجتهد فرد بغى يدير بوحده أنا ما نتفقش معه، نقول هذا عمل ضخم وعمل كبير جدا خاصو يكون مجهود جماعي. هادشي علاش ما يمكنليش انا بوحدي نجي اليوم وندير كتاب ونقول فيه ها المنهجيه الفكريه التي اقترحها، ولكن هذا لا يمنع انني نادي بهذه الفكره، انني نطبع واحد المجموعه من الناس مع هذه الفكره. لان واحد الوقيته كان الا قلتي الهضره بحال الا انت عدو للدين. انا بغيت الناس يوليو تبان لهم هذه الفكره امر عادي، وبل تبان لهم انها امر مطلوب، بل تبان لهم انها فكره منطقيه. لعل غدا ولا بعد غدا نلقاو شي مؤسسه دينيه ولا مجموعه من المفكرين اجتمعوا فيما بينهم
وصدروا لنا واحد العمل ضخم يضع وفعلا انا تستغلنيش هذه الفرصه بما انك سولتي هذا السؤال الجميل للمنادات والدعوه الى هذا الامر، على ان يكون هناك الناس اللي تيفكروا عندهم نفس التفكير وعندهم نفس الرؤيه ومتفقين على الفكره انهم يديروا شي عمل جماعي اللي تعاون. كاين اليوم اعمال جماعيه متعلقه ببعض القضايا التفصيليه، راه دابا المسائل اللي قلتي جزئيه وهنا وهنا راه تجتمع عليها مجمع الفقه الاسلامي في مكه وفي جده والهيئه هنايا والهيئه هنايا والمجلس العلماء هنايا وهنايا، وغير قضايا جزئيه. فكيفاش حنا نتحدثوا على ما هو منهجي وما هو اصولي؟ هي دعوه للاجتماع حول هذا الامر والتفكير في اصدار واحد العمل ضخم اللي يمكن انه يساهم في تغيير، لانه فين في تغيير العقليه، لانه المشكل فين؟ ان الناس باقى عندهم هذيك العقليه. الناس باقى الى اليوم تعتبر ان كل نص كيف ما كانت سياقاته ولا اسباب نزوله ولا اسباب وروده هو واجب تطبيق حرفيا. هذه عقليه تكرست لاسباب متعدده، لان دوزنا عقود بل قرون ديال واحد النوع من الفقه. كان في الاول الفقه التقليدي يكرس مثل هذه القضيه، جاء من بعد المد السلفي الوهابي لعقود من الزمن وزاد رسخ هذه القضيه هذه في عقول الناس، ولا عندنا مشكل ديال العقليه. انا مرأة في الحياه العاديه تلقى مشاكل مع بعض الناس، تقول له لا هذه القضيه ممكن ان يقول لك لا راه فيها نص. ايوا كيفاش انا غادي نشرح لهذاك الشخص اللي هو ماشي متخصص واللي هو انسان عادي مواطن عادي، كيفاش غادي نشرح له ان هذا النص راه لا يتعامل معه بهذه الطريقه الحديه؟ صافي داكشي اللي فهمتيه انت مباشره باللغه راه خصو يطبق حرفيا. لا راه كاين الاجتهاد له اساليب وله وسائل، وهذاك النص كاين ادوات يتعامل به معها وكاين مراعاه وكاين قواعد. هادشي علاش تنقول فعلا الامر يحتاج الى جهد والى جهد كبير، ولكن يكون جهد جماعي. على ذكر الاجتهاد والجهد الجماعي والمؤسساتي، ما رأيك في الكلام الدائر حول المدونة والخطاب الأخير اللي خرج من المجلس العلمي الأعلى فيما يتعلق بهذا الشأن هذا؟ المدونة أمرها بالنسبة لي بحكم أنني أنا قريب من الموضوع وتنشتغل عليه ماشي فقط على المستوى الإعلامي وفقط تنشتغل عليه حتى على المستوى الرسمي بحكم العمل ديالي كمستشار السيد وزير العدل. الأمور هذه المرة على خلاف ما كان عليه سابقا. شكون الناس اللي انتقدوا؟ شكون؟ راه في 2001 راه الناس خرجت في مظاهرات سموها بالمظاهرة المليونية هنا في مدينة الدار البيضاء. مئات الآلاف ديال الناس اللي خرجوا تيعارضوا خطة الإدماج المرأة في التنمية اللي كانت هي المشروع ديال تغيير مدونة الأحوال الشخصية. هي معارضة اليوم شو واحد هاشتاغ في تويتر ولا شي 5 ولا 7 ولا 10 ديال الناس قالوا لا هادشي ما كاينش وهادشي وهؤلاء يريدون تخريب الأسرة، نفس الأسطوانة القديمة اللي كانت تتردد حتى قبل 2004. ولكن نشوف أن علاش؟ لأن المنهجية هذه المرة كانت مضبوطة ومتقنة وما خلاتش ما مسحاتش المجال لأن الناس تخرج إلى الشوارع ولا أنها تحتج. علاش؟ لأنها بدأت في 2004 الملك التدخل الملكي كان آخر شيء. دابا لا بالعكس، دابا التدخل الملكي هو المبادرة. به بدات المبادرة. وهي حتى ما كانت بعض الجمعيات الحقوقية تقول خص تغيير مدونة الأسرة، ولكن بشكل رسمي الملك هو الذي تدخل وبادر وهو اللي طلب ودار رسالة وضع فيها الحدود وضع فيها السقف. راه وهذاك السقف روعية من طرف كل تيارات المجتمع. كل تيارات المجتمع السقف اللي وضعه الملك راه لا يناقش، بدليل أنه أحزاب تنعرفها وتنتعامل معها ومشيت عندهم شحال من مرة وحضرت معهم شحال من مرة وصرح زعماؤهم ولا صرحوا في البيانات ديالهم أكثر من مرة بأنهم مع المساواة في الإرث.
تيقولوها صراحة وكتبوا عليها وداروا عليها بيانات، ومعروفين أنهم أحزاب يسارية تطالب بالمساواة في الإرث. المذكرات اللي قدمتها الأحزاب السياسية إلى اللجنة اللي كانت مكلفة بتعديل مدونة الأسرة، ولا حزب من هذه الأحزاب تحدث عن المساواة في الإرث في المذكرة ديالها، ولا حزب، مع أنهم معروفين سيأمنوا بها. على صافي الرسالة حسمات وضعت السقو وقالت ها شنو ها ما يمكن فيه الاجتهاد، ها ما لا يمكن فيه الاجتهاد لأنه ورد فيه نص قطعي من القرآن. احترمت هذا، تتفق ما تتفقش، هذه هي المنهجية اللي كاينة اللي يمكن أن تخلق التوافق داخل المجتمع، لأن أنت عندك رؤى وعندك تصورات وعندك أفكار، ولكن الدولة عندها عدد من الأمور التي تراعيها، ومن أهمها المحافظة على سلمية المجتمع. فدارت لك واحد السقف، هذاك السقف روعية من الجميع، واستمعت اللجنة إلى مئات من الأحزاب والهيئات والتمثيليات والتنظيمات اللي عرضوا، والمراكز الأبحاث والباحثين اللي عرضوا الرؤية ديالهم فيما يتعلق بتعديل مدونة الأسرة. وبناء على جلسات الاستماع اللي كانت لمئات الساعات، بناء على هذه جلسات الاستماع صاغت التوصيات ديال اللجنة ورفعت إلى جلالة الملك، وجلالة الملك أحال جزءا منها اللي فيه التقاطع مع ما هو فقهي، أحالها على المجلس العلمي الأعلى، والمجلس العلمي الأعلى أجاب عنها. باقي لحد الآن ما عرفناش شنو هي هاد المواد بالضبط وشنو كان جواب المجلس العلمي الأعلى عليها، ولكن كل ذلك غادي نعرفوه فيما بعد. إنما أنا الشاهد عندي من هذا الشيء أن المنهجية في هذه المرة كانت مضبوطة، وبالتالي لم يقع أي انقسام داخلي. عندك شوية ديال الغوات ولا شوية ديال الصداع اللي داروه 5 ولا 7 ديال الناس، ولكن بالعموم ما شفناش انقسام داخل المجتمع. هي صحيح واحد الحزب سياسي بغى إسلامي بغى يزايد بهذاك الموضوع، فشل في ذلك، داروا واحد المرة ولا جوج هضروا على هذا الموضوع وانتهت القضية، لأنها المنهجية اليوم هي منهجية مضبوطة. احنا الآن ننتظر بفارغ الصبر شو غادي يكون الرد ديال القصر الملكي على التوصيات التي رفعت إليه من طرف اللجنة. طبعا الأمر باقي قيد السرية حتى يعلن صاحب الجلالة، ما عرفناش وقتاش طبعا يعلن على النتائج ديال عمل اللجنة. محمد، احنا في الخواتيم ديال هذه الحلقة ديالنا ما سخيناش بالحوار معك. عندي واحد القضية كنتمنى تشرحها لي أكثر، وهي إشكالية كانت عند الفقهاء قديما وكانوا تيناقشوها. اليوم الميديا وربما لأن العالم انفتح على بعضه، ربما اليوم الناس أصبحت عندها القدرة على أنها توصل الفكرة ديالها، بخلاف 30 عام كان ما يمكنش يوصل الإنسان الرأي ديالو إلا إذا تمت دعوته للتلفازة، وباش تتم دعوتك للتلفازة تحتاج إلى شروط وأمور. واش اليوم وصلنا لواحد المرحلة على المستوى الشعبي كنتكلم ديال تقديس مفهوم النص على النص في حد ذاته، يعني فهوم الناس سواء كانوا قدماء أو جدد على المستوى الشعبي. وبغيتك ما تغفلش النظر على القضية ديال تغول الخطاب الديني الشعبوي. كنتكلمش على الخطاب الرسمي ديال الدولة، مجالس العلمية وإلى غير ذلك. هاد تقديس مفهوم النص ربما هو اللي خلى هاد الصداع، ربما ولا الردود إلى غير ذلك. هاد الشيء هو نتيجة لما وقع كل شيء. هادشي نحن لجنة ثمار للأسف الشديد ما وقع في سنوات السبعينات والثمانينات من اكتساح المد السلفي للمجتمع المغربي. علاش مازال الآن المواطن العادي البسيط يقدس بعض اللي سميتيها مفهوم النص
ويعتبر انها مقدسه وانها غير قابله، راه بعض المرات تلقى تقول لك هذه حاسم فيها الدين. فين حاسم فيها؟ تقول لك، تقول له كاينه في القران، تيقول لك كاينه الايه الفلانيه، تقول ولكن الايه الفلانيه راه ما فيهاش هادشي اللي قلتي انت، تيقول لك لا راه قالوا المفسرين. اذا ما بقاتش غير الايه القرانيه، ولات الايه القرانيه وما قاله المفسرون في الايه القرانيه. هذه كلها كما قلت لك تنعتبرها انها هي المدرسه بيني وبينك، المدرسه الحرفيه ولا الظاهريه، ماشي حتى قديما هي ما موجوداش غير عند الظاهريه. يمكن المذهب الظاهري ديال ابن حزم ولا غيره غالى فيها واحد شويه، ولكن هي موجوده عند اغلب المذاهب. راه اغلب المذاهب كانت تتعامل مع ظاهر النص وكانت لا تخرج عنه، وفي احسن الاحوال تقيس عليه القضايا التي ليس فيها نص، وبالتالي بقات ملتصقه فيه، بقات لصيقه بذلك الفهم الظاهري اللغوي. وهذا هو اللي سبب لنا انه حتى المجتمع، خصوصا المجال السلفي الوهابي، اللي زاد رسخ هذه القضيه هذه، لان المركز التفكير عنده هو منبني على مراعاه الظاهر، وان تقول له روح النص، تقول له الغايه النص، تقول له الحكمه من وراء، يقول لك لا انا هذا الشيء كله ما بالنسبه لي اللي تعنيني انا، تعنيني هو اللي تعنيني انا، تعنيني شنو تقال في النص بحد ذاته. وزادوا هما هذه القضيه ديال ان السلف، لان شنو ولاو شنو كانوا تيقولوا لك فهموا الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، يعني ماشي غير الكتاب والسنه، لا الكتاب والسنه وكيفاش فهموهم ناس عاديين، ناس كونوا في القرن الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الخامس ولا العاشر تيبقاو بشر، ليسوا بانبياء وليسوا برسل، لا خصنا نفهمهم بما فهمه. اذا فحصروا الدائره بزاف ديال الفهم والتعامل مع النص. هذا الشيء كله واخا هو دابا تنتكلم به انا بشكل شويه اكاديمي ولا شويه منهجي، ولكن راه تسرب وتبسط ودخل ذاك الانسان العادي اللي ما تيفهم لا في اصول الفقه ولا في مصادر التشريع ولا ما تيفهم حتى حاجه في هذا الشيء، حتى هو ولا عنده في باله ان اللي قالوا العلماء راه ما يمكنش انه يخرج عليه، ان القول اللي لقى عليه الفقيه الفلاني والفقيه الفلاني والفقيه الفلاني اللي لقاهم تيقولوا راه ما يمكنش يقول من غيره. وطبعا هذا الشيء جاء في اطار واحد الموجات ديال التقليد وغيرها، رغم ان التيار السلفي الوهابي جاء ظاهريا ليحارب التقليد، ولكن حتى هو وقع في التقليد، حتى هو بنفسه وقع في الدعوه الى التقليد. وللاسف الشديد، وهذا مشكل اخر، انه حتى بعض الدعوات الاصلاحيه اللي عرفها العالم الاسلامي عموما والمغرب ايضا من ضمن هذه الدول، بعض الدعوات الإصلاحية اللي كان فيها كثير من التنوير وكان فيها كثير من الاجتهاد وكان فيها دعوة للتعامل مع لإقامة التوازن بين النص والواقع، كلها للأسف الشديد قد أجهضت لأسباب سياسية، مما خلى هذا الفكر أنه يزيد انتشر داخل المجتمع وينتج هذه الشعبوية اللي تكلمت عليها، لأنه فكر بهذه السطحية ليتعامل مع النص بهذا التبسيط الكبير جدا لا يمكن أن ينتج إلا الشعبوية للأسف الشديد هي اللي تنشوفه اليوم. محمد عبد الوهاب رفيقي، ونحن في الخاتمة ديال هذا اللقاء هذا عندي جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول هو عندي أسماء بدك تعطينا الرأي ديالك فيها. مرحبا. وكذلك عندي رسالة ختامية للناس اللي تيحبوك، حتى للناس اللي مختلفين معك، ربما حتى للناس اللي فاهمينك غلط، انه يعرفوا سي محمد عبد الوهاب رفيقي شنو باغي من هذا الشيء، واش عنده منهجية، عنده مؤسسة، عنده فكر، واش هو غير إن عكسنا الخلاف من أجل الخلاف. تفضل. الأسماء اللي عندنا سي
الحسن الكتاني رفيق دربك وصديق العمر، واللي دائما كيسميك في التدوينات ديالو صديقي القديم. نعم، ما واش غنقول لك، سامحه الله وصافي. دوزنا مع زعما فترات مهمة في شبابنا، في عمرنا، في حياتنا. اشتركنا في كثير من في كثير من الأوقات الحسنة واشتركنا أيضا في كثير من الأوقات الصعبة والشديدة. كنت أتمنى أن يراعي ولو شيئا قليلا من هذه العشرة، لكن للأسف الشديد هو اختار لوحده، اختار طريق العداوة من طرف واحد، لأنه هو الذي يسب وهو الذي يشتم وهو الذي يوزع الألقاب السيئة. الله يسامحه. الشخصية الثانية وليست بعيدة على السي الحسن الكتاني، السي محمد الفيزازي. مالو زعما؟ ما رأيك في السي محمد الفيزازي؟ ما عنديش عليه شي رأي. علاش ما عنديش عليه شي رأي؟ لا أعتبره أصلا ممكن نعطي رأيي في شي واحد من الناس اللي في داخل هذا التخصص والمجال اللي تنهضروا عليه. السي الفيزازي معلم لغة فرنسية، لم يتلقى في حياته تعليما شرعيا ولا تكوينا شرعيا. هو من تعليم الفرنسية إلى خطبة الجمعة التي يمكن أن يخطبها ذاك الوقت، يمكن أن يخطبها أي شخص بدون أن يكون له أي إلمام ولا تكوين شرعي، ثم بعد ذلك ظهر في القضايا التي ظهر فيها. وبالتالي ما عرفتش الصراحة فاش ممكن نعطي أنا هذا الرأي هذا. اتقاطع معك في القضية ديال المدونة، لأنه مؤخرا هو دخل على القضية وبدا كيناقش فيها، دار فيها لقاءات ومناظرات. ما تنعتقدش كما قلت أنا على رأيي بأنه ما تنشوف أنه السيد خارج تخصص، ماشي تخصصه، ماشي مجاله، وبالتالي ما يمكنش يمكن من حقه أن يناقش مدونات الأسرة كما يناقشها جميع الناس. مدونات الأسرة النقاش فيها ليس حكرا على متخصصين في المجال الديني، هذه قضية مجتمعية، وبالتالي من حقه أن يناقش مدونات الأسرة كيفما شاء. إنما فيما له علاقة بالجانب العلمي والشرعي هذا عند الناس ديالو، ولا أعتقد أن السي محمد الفيزازي منهم. الشخصية الثالثة وهي شخصية سئلت عنك في البرلمان، اللي هو السيد وزير العدل السي عبد اللطيف وهبي. نعم. ما رأيك فيه؟ السي عبد اللطيف وهبي أنا لست يعني مجال الاشتغال بيني وبينه ليس مجال اشتغال سياسي. يعني أنا ماشي كنت معاه مثلا في حزب الأصالة والمعاصرة ولا غيرها. أنا عينت أو عيني هو السي عبد اللطيف وهبي مستشارا له بشكل مستقل، وبالتالي اللي نستطيع أنا نحكم عليه هو أداؤه في الملفات اللي أنا قريب منها وأطلع عليها، وعلى المستوى الإنساني، على المستوى العمل الذي أراه وتنشوفه بعيني كل يوم داخل الوزارة. أنا أشهد، وهذه الشهادة ممكن دوز أنا 20 سنة وأجي سولني عليها باش ما تبقاش زعما حيت لأنك دابا تخدم معاه إذن ضروري غادي تقول هذا الكلام هذا. زعما ديك المدة التي يقضيها في العمل والملفات وكيف يشتغل عليها، أنا أشهد بأنه يشتغل بجد كبير وبجهد كبير جدا. والدليل أنه المشاريع اللي أمامه اليوم، ها المسطرة المدنية، ها المسطرة الجنائية، ها القانون الجنائي، ها المشاركة في اللجنة ديال تعديل مدونات الأسرة، ها الرقمنة، ها إلى آخره، مشاريع وأوراق كبرى تشتغل عليها الوزارة ليل نهار، وأنا شاهد على هذه الحقبة. على المستوى الإنساني سنأكد كما قلت سابقا وأؤكدها، على المستوى الإنساني رجل يتمتع بحس كبير من الإنسانية. أنا هذه الشهادة هذه تنقدمها بعيدا عما يقال هنا ولا يقال هناك ولا يقول الآخر ولا يقول الآخر، لأن باعتباري هذوك الناس كاملين بعاد. أنا من داخل الصندوق ديال وزارة العدل وديال السي عبد اللطيف وهبي أشهد هذه الشهادة للتاريخ على المستوى الإنساني ما يتعامل به
مع عموم من يلتجئ إليه، مع الموظفين ديال الوزارة، مع داك الشيء فيه كثير من الإنسانية. سيدي محمد عبد الوهاب رفيقي، بغينا منك جوج ديال الرسائل. الرسالة الأولى لخصومك في الفكر. شوف خصومي في الفكر عندي لهم رسالة واحدة، هي أنه خاصموا كيف تشاءون وبالطريقة التي تشاءون، غير عندي طلب واحد، هو أنهم يبعدوا على الشخص. أنا راه ما عنديش شي حاجة أكره إلى نفسي في النقاش من الشخصنة، وأنا لا أفهم واحد تتناقش مع الفكرة تقول هذه الفكرة غير صحيحة لأنها كذا وكذا، تقول لك أنت كنت وكنت وكنت وأصبحت وقبل سنوات كنت تقول كذا، وتنقول ولا ما تنقولش، ولا كنت ولا ما كنتش، عاش دخلها في صحة الفكرة من عدم صحة الفكرة. للأسف الشديد أغلب هذه الخصوم اللي ستتكلم عليهم من هذا النوع، من النوع الذين يشخصنون ومباشرة يتركون الفكرة ويتجهون إلى الشخص. هذا الرسالة الوحيدة اللي عندي اليوم. رسالتك الأخيرة للكاميرا للمغاربة. تنقول للمغاربة أننا رغم كل الاختلافات الموجودة بيننا، رغم كل ما نراه من صراعات فكرية وتدافع فكري وسياسي وغيره، إلا أنه حين نقارن المغرب بعدد من الدول الأخرى خصوصا على المستوى الإقليمي، يجب أن نقر وأن نعترف بأننا نعيش في نعمة. هناك نواقص، هناك مطالب، هناك إشكالات، هناك احتياجات، ولكن حالنا أفضل بكثير من حال غيرنا، وحالنا اليوم أفضل بكثير من حالنا بالأمس. لهذا يجب أن نتعاون جميعا على بناء هذا الوطن، وأساس أساس أساس بناء هذا الوطن هو الإيمان بقيمة التعايش. راه ما يمكنش نكونوا كاملين نسخة واحدة، راه التنميط أي مجتمع للمجتمعات يعني أننا نخليو الناس كاملين على نفس النسخة بنفس الأفكار، هذه هي أكبر مصيبة وكارثة ممكن تحل بأي مجتمع من المجتمعات. دعونا نختلف، ولكن في إطار هذا الاختلاف نتعايش بكل أخوة، بكل محبة، وطبعا باحترام كامل للقلب. محمد كنشكرك. مرحبا، بارك الله فيك. بكل فرح. إخواني أخواتي، كنشكركم على المتابعة وعلى طول الصبر ديالكم معنا، وكنشكروا باسمكم جميعا سي محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الإسلامي اللي شرفنا هذا النهار في هذا اللقاء، وكنتمنوا نكونوا جاوبنا على غالبية الأسئلة ديالكم، وبطبيعة الحال كنتمنوا أن الحلقة تكون دازت بالأزواق. وفي الختام نقولوا عن الأستاذ والمفكر سي محمد عبد الوهاب رفيقي أنه يقول: التدين أفسد أخلاق بعض الناس. السلام عليكم.